بسم الله. دلوقتي هنعمل قرنبيط اسباني بالثوم وزيت الزيتون بطريقه صحيه. احنا جبنا واحده قرنبيط وقطعناها بالشكل ده كده وغسلناها كويس ونقعناها في الخل لمده نص ساعه. بعد كده هناخدها نسلقها في ميه مغليه. معانا ميه مغليه، هنحط معلقه ملح كبيره ومعلقتين خل، وهننزل فيها القرنبيط يتسلق لمده 5 دقايق. كده بعد ما سلقنا القرنبيط وخرجناه من ميه السلق استوى كده 3/4 تسويه. هناخد بقى الثوم وزيت الزيتون، هنحط طاسه ونحط نص كوبايه زيت الزيتون، ننزل عليها الثوم المفروم، ننزل عليها بقى كده القرنبيط المسلوق. اول ما ريحه الثوم تبدا تظهر هنحط التوابل بقى: معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره فلفل اسود، رشه شطه، معلقه صغيره بصل بودره. هننزل كده التوابل كلها ومعلقه صغيره ملح. كده خلاص القرنبيط اتقلب وبقى سوتيه مع الثوم وزيت الزيتون. هنحط كده بقى البقدونس ونقلب ويتقدم بقى كده، بقى جاهز للتقديم.